تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر. السلام عليكم، واش راكم؟ جيسبر كو يلقاكم هذا الفيديو كامل لاباس ومهنيين. جبت لكم اليوم وصفه القريوش عين الجمل ولا بين قوسين خشخاش، يجي بزاف بنين وناجح 100%، ومقادير طبعا متوفره في كل بيت. ما نطولش عليكم، اذا كنتوا انتريسي مع هذا الفيديو تابعوا معايا وشوفوا طريقه التحضير. بداو على بركه الله. في اون ريسيبيون ولا جفنه نضيفوا الفرينه. انا عبرت هنايا بكاس فيه 220 مليلتر، كنت درت 5 كيسان، وانتم اذا كنتوا حابين تجربوا يعني ديروا نصف الكميه. وبيان سور هنايا كنت غربلت الفرينه وضفت مغرف صغيره تاع ملح ومغرف صغيره تاع لافاني بودر، ونخلطوا كامل الجواف مع بعضاهم بالمغرف كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم وصفه سهله وكوحده مبتدئه يعني تقدر تجربها وتنجح معاها من اول مره. مي نقصي في الكميه وشوفي، كنت ضفت هنايا كاس ناقص دودوه ولا ناقص 2 اصابع سمن ولا زبده بارده، وكنت لحقتها بالزيت، يعني زدت لها شويه زيت قيس كاش 3 مغارف ولا. ونبسوا العجينه. هذه العجينه في الخدمه نتاعها كيما البقلاوه. ومن بعد نلمو بالماء مزهر. بون هنايا اذا كان المزهر نتاعك بزاف قاصح خفيه بالماء، واذا كان عادي تنجمي ما ديريش كامل الماء. بون كيما انا زدتلو شويه ماء. انا في العجينه دالي كلش كاس ونص نتاع ماء وما مزهر. كيما راكم تشوفوا راني نلم في العجينه ومش نعجن فيها. تبقاو تزيدوا بشويه حتى تتلم معكم، وكل واحده وشحال تدي لها ما مزهر تبقى على نوعيه الفرينه اذا كانت تشرب ولا لا، يعني قادره تدي معكم اقل ولا اكثر. بون كيما راكم تشوفوا لازم تتحصلوا على هذا القوام، ما تكون بزاف يابسه وما تكونش مطلوقه كيما عجينه تاع المسمن مثلا. وندلكو هذه العجينه لثواني، وكنت قسمتها هنايا الى 5 قرصات متساويه وكوفريتهم بالبابي فيلم ونخلوهم يرتاحوا لمده ساعه كامله باش نبداو نخدموا بيهم. بعد ما فاتت ساعه نجيبوا العجينه نحلوها بالحلال على شكل طولي ويكون السمك نتاعها رقيق. وطبعا تحلوا العجينه بالمايزينا. فوالا هنايا نسوي الشريط نتاعنا، يعني الزائد كامل نحو كيما راكم تشوفوا خياتي. هنايا تجيبوا صفايه ولا ترشوا بها المايزينا وكثروا شويه باش تجيكم ورقه مليح. وهنايا ترولوها، لازم ترولوها وممتو تسقموا فيها باش يجيكم كامل حبات معدولين. فوالا وفي الاخير لصقوها بالبياض بيض، واللي ما عندهاش بياض بيض دير الفرينه والماء. من بعد نقسموها بين الحبة والحبة، نخلو 1 ولا 1.5 سنتيم. شوفوا كيفاش جات مرقة. هنايا نحلو الحبة على شكل طولي، ولازم الحبة كي تخدموها تغطوها بصاشي ولا باش ما يقيسهاش الهواء، باش يعني تتورق لكم مليح. نسيت ما قلت لكمش هنايا الحبة قبل ما تحلوها لازم تضغطوا عليها مليح باش ما تتحللكمش. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا نحل فيها على سمك يكون متوسط، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف. نكمل هنايا الحبات ونغطيهم بصاشي ونقلوهم كيف كيما قلت لكم لازم تغطوهم باش من بعد كي تعودوا تغلوا فيهم يتورقوا لكم مليح. هنايا نجيبوا مقله ولا كسرونه تكون غامقه شويه باش تساعد الخشخاش نتاعكم يتورق بالخف. انا في هذه المقله ما ساعدنيش بزاف في القلي نتاعها، مي بون كنت سخنت هنايا الزيت ونحط الحبه تتقلى. تطلع شويه وتقلبوها، من بعد توقف على الجهه اللي فيها التوراق وتكبوا عليها الزيت باش تزيد تتحل معكم وتتورق. ولازم ثاني قبل ما تقلوها النار تكون متوسطه وما تخلوهاش تحمر معكم بزاف باش ما تجيكمش يابسه. فوالا خياتي كنت كملت كامل الحبات وخليتهم في الكسكاس يتقطروا مليح من الزيت. فوالا وهنايا نعسلوهم بالعسل يكون بارد والخشخاش تاعنا يكون سخون. وكيما راكم تشوفوا العسل هنا يكون ثقيل. والعجينه هنايا اللي درتها معكم قطعت لي حوالي قريب يعني 50 حبه، يعني تقطع معكم بزاف. وكي تعودي حابه تجربي يعني ديري نصف الكميه كيما قلتها لكم سابقا. كنت كملت حبات نتاوعي قليتهم وعسلتهم وحبيت ندير لهم من فوق شويه جنجلان، كنت حمصته شويه
وانتم تحبوا الكاوكاو ولا فوق بيستاج، يعني يبقى الاختيار لكم، وديرهم في ليكيسات وتقدموهم وبصحتكم. خياتي صدقوني يعني الوصفة هذه تستاهل التجربة، وكنت درتها بمكونات سهلة وسريعة، يعني اي وحدة فيكم تنجم تجربها. بون خياتي كنا وصلنا لافين تاع لا فيديو، جيسبر كو كنت خفيفة وظريفة على قلوبكم. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ودمتم في رعاية الله وحفظه، ونتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. في الأمان. لما يكسر قلبك